السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، معاكم دكتور معتز اللي هيشرح لكم مادة القانون. لازم تعرف إن مادة القانون عندك عبارة عن جزئين، كل جزء بيحتوي على كتابين. يعني حضرتك المادة عندك اسمها إيه؟ قانون الأعمال المدني والتجاري. بتتقسم لقانون أعمال مدني وبتتقسم لقانون أعمال تجاري. طب أنت في قانون الأعمال المدني هتدرس حاجتين، هتدرس نظرية القانون وهتدرس نظرية الحق. وفي قانون الأعمال التجاري هتدرس أعمال تجارية وهتدرس شركات تجارية. يبقى احنا السنة دي بندرس 4 كتب، 2 في المدني و2 في التجاري. هنبدأ بالكتاب الأول أو القسم الأول في قانون الأعمال المدني، وهو نظرية القانون. نظرية القانون. 1. تعريف القانون. يعرف القانون بمعنيين، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. بيعرف القانون بمعنيين، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. طيب تعريف القانون في اللغة. تعريف القانون في اللغة هو القاعدة الثابتة المضطردة. تعريف القانون في اللغة هو القاعدة الثابتة المضطردة. طب تعريف القانون في الاصطلاح هو كل قاعدة عامة مجردة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، ملزمة ومقترنة بجزاء. يبقى القانون عندنا بيعرف بمعنيين، معنى لغوي. يعني ايه معنى القانون في اللغة؟ هو القاعدة الثابتة المضطردة، القاعدة الثابتة الموجودة الدائمة. يعني معنى القانون في اللغة هو القاعدة الثابتة المضطردة، أي دائمة ومستمرة. طب احنا عايزين تعريف القانون في الاصطلاح، اللي هو معناه القانوني ايه؟ معنى كلمة القانون بالقانون ايه؟ معنى كلمة القانون في القانون او في الاصطلاح هو كل قاعدة عامة مجردة بتنظم سلوك الافراد في المجتمع، ملزمة ومقترنة بجزاء. هو انا حددت لك ليه كده؟ عشان اقول لحضرتك ان انا من تعريف القانون في الاصطلاح هقدر اطلع خصائص القاعدة القانونية، اللي هي 1 عامة مجردة، 2 بتنظم سلوك الافراد في المجتمع، 3 ملزمة ومقترنة بجزاء. لازم تعرف ان معايا في كل خطوة هناخدها لازم اديلك سؤال يجي في الامتحان. طب هنا ايه السؤال اللي ممكن يجي في الامتحان؟ يجي يقول لك تعريف القانون في الاصطلاح هو القاعدة الثابتة المضطردة. تعريف القانون في الاصطلاح هو القاعدة الثابتة المضطردة. هنقول له غلط، لأن ده تعريف القانون في اللغة. معايا كده؟ طب حضرتك دلوقتي أنا اتكلمت عن تعريف القانون في الاصطلاح وقلت هو كل قاعدة عامة مجردة بتنظم سلوك الأفراد في المجتمع، ملزمة ومقترنة بجزاء. يعني ايه التعريف ده؟ يعني قواعد القانون عامة مجردة، يعني القانون لكل الناس، ما بيتعملش لشخص واحد او بيتعمل عشان يحكم واقعة واحدة، ده بيتعمل لكل الاشخاص ولكل الوقائع. طب معنى ان القانون بينظم سلوك الافراد في المجتمع، اي ان القانون معمول عشان المجتمع، عشان ما ينتشرش الفوضى داخل المجتمع، عشان يكون المجتمع في حالة استقرار.
اخر حاجه ان القانون ملزم ومقترن بجزاء. اجباري عليك ان انت تطبق القانون. ليه اجباري عليا؟ عشان لو ما طبقتش القانون هيوقع عليا الجزاء وهو العقاب. طب نبدا نشرح كل خاصيه على حده. اول حاجه من خصائص القاعده القانونيه انها عامه مجرده. يعني ايه عامه مجرده؟ اي ان القاعده القانونيه تصدر بشأن كل الأشخاص وكل الوقائع، لا شخص بعينه. يعني ما ينفعش الواقعة القانونية تصدر بشأن شخص واحد ولا واقعة بعينها، إنما القاعدة القانونية تصدر بشأن كل الأشخاص. بتختلف القاعدة القانونية عن القرار. بتختلف القاعدة القانونية عن ايه؟ عن القرار. القاعدة القانونية دي بتخص كل الاشخاص، اما القرار بنقول عليه قرار فردي بيخص شخص واحد. القاعدة القانونية بتختلف عن القرار. القاعدة القانونية بتخص كل الاشخاص، القرار بيخص شخص واحد. ودي اسئلة امتحان وهديك الاسئلة دلوقتي. 2. تختلف القاعدة القانونية، تختلف القاعدة الايه؟ القانونية عن الحكم القضائي. بتختلف القاعدة القانونية عن الحكم القضائي. ليه؟ القاعدة القانونية بتخص كل الأشخاص، أما الحكم القضائي بيخص شخص واحد اللي هو المتهم. يبقى لازم حضرتك تعرف ان القاعدة القانونية بتختلف عن القرار، لان القاعدة القانونية بتخص كل الاشخاص بينما القرار فردي بيخص شخص واحد. 2. تختلف القاعدة القانونية عن الحكم القضائي. القاعدة القانونية بتخص كل الاشخاص، اما الحكم القضائي بيخص شخص واحد وهو المتهم. اخر جزئية هديها لك هنا عشان اديك الاسئلة اللي بتيجي بالنص في الامتحان. عندما تصدر القاعدة القانونية تصدر لكل الأشخاص وكل الفئات داخل الإقليم كله. داخل الإقليم إيه؟ كله. يعني القاعدة القانونية لما بتصدر لكل الإقليم، لجمهورية مصر العربية كلها. تمام كده؟ تمام. طب ايه الاسئله بقى اللي بتيجي في الامتحان عن الحته دي؟ القرار الصادر بمنح شخص أجنبي الجنسية المصرية يعتبر قاعدة قانونية. صح ولا غلط؟ السؤال الثاني، الحكم القضائي الصادر بحبس المتهم يعتبر قاعدة قانونية. صح ولا غلط؟ حضرتك لما تيجي تقرا السؤال ده بيقول لحضرتك القرار الصادر بمنح شخص أجنبي الجنسية المصرية يعتبر قاعدة قانونية. غلط. العبارة ايه؟ غلط. لأن ده قرار فردي بيخص شخص واحد اللي هو الأجنبي اللي عايز الجنسية، بينما القاعدة القانونية بتخص كل الأشخاص. القاعدة القانونية بتخص كل
الاشخاص. يبقى لما يجي لك سؤال في الامتحان ويقول لك القرار الصادر بمنح شخص اجنبي الجنسيه المصريه يعتبر قاعده قانونيه، هتقول له غلط، لان القرار ده فردي بيخص شخص واحد، عمره ما هيبقى قاعده قانونيه، لان القاعده القانونيه بتطبق على كل الاشخاص. طب في حته عايز اقولها لك، القرار الصادر بتعيين موظف عام، كلمة موظف عام يعني موظف حكومة، أي قرار هيصدر بشأنه اسمه قرار إداري. اسمه قرار إيه؟ إداري. نكمل بقية الأسئلة عشان ممكن برضو تيجي لنا الحتة دي في الامتحان، يقول لك القرار الصادر بعزل موظف عام من الخدمة، أو القرار الصادر بتعيين موظف عام، يعتبر قرارا سياسيا ولا قضائيا ولا اداريا؟ هتقول له قرار اداري، لان الموظف العام ده موظف ايه؟ حكومه. فاي قرار هيصدر بشانه اسمه قرار اداري. يبقى انت حضرتك عرفت ان القرار بيختلف عن القاعده القانونيه، ما يلخبطناش في الامتحان ويجي يقول لك القرار الصادر بمنح شخص اجنبي الجنسيه المصريه يعتبر قاعده قانونيه، تقول له غلط، لان ده قرار بيخص شخص واحد، اما القاعده القانونيه بتخص كل الاشخاص. يجي لك سؤال يقول لك القرار الصادر بتعيين موظف عام يعتبر قاعده قانونيه، هتقول له غلط، ده قرار بيخص شخص واحد اللي هو الموظف العام، بينما القاعده القانونيه بتخص كل الاشخاص. السؤال اللي بعده، الحكم القضائي الصادر بحبس المتهم يعتبر قاعده قانونيه؟ هتقول له غلط، لان ده حكم قضائي بيخص شخص واحد اللي هو المتهم، بينما القاعده القانونيه بتخص كل الاشخاص. معايا كده؟ تمام. لكل قاعده استثناء. طب ايه الاستثناءات؟ القاعده استثناء القاعده. ايه استثناءات القاعده؟ اقول لحضرتك، استثناء القاعدة أنها عامة مجردة، واحد، قد تصدر القاعدة بشأن شخص واحد ومع ذلك تعتبر عامة مجردة. ازاي؟ انت قلت لي القاعده لما بتصدر ما بتصدرش بشأن شخص واحد، انا بقول لحضرتك ده استثناء، ممكن للقاعده ان تصدر بشأن شخص واحد ومع ذلك تعتبر قاعده عامه مجرده، كالقواعد اللي بتخص رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم وليس بشخصين. تاني، الأصل أن القاعدة القانونية عندما بتصدر بشأن كل الأشخاص، ومع ذلك استثناء، يمكن للقاعدة القانونية أن تصدر بشأن شخص واحد ومع ذلك تعتبر عامة مجردة، كالقواعد القانونية اللي بتصدر بشأن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم وليس بشخصهم. يعني لو جالك في الامتحان سؤال ويقول لك يمكن للقاعدة القانونية أن تصدر بشأن شخص واحد، هتقول له طبعا غلط. لكن لو جالك في الامتحان وقال لك يمكن للقاعدة القانونية أن تصدر بشأن شخص واحد كرئيس الجمهورية، كده تقدر تقول له ايه؟ العبارة صحيحة. يجي يقول لحضرتك ممكن للقاعدة القانونية أن تصدر بشأن شخص واحد كرئيس مجلس الوزراء، هتقول له صح. طب لو جالك في الامتحان وقال لك يمكن للقاعدة القانونية أن تصدر بشأن شخص واحد كرئيس الجمهورية بشخصي، هتقول له العبارة طبعا غلط، لازم تكون بصفته مش بشخصه. تاني استثناء، يمكن للقاعدة القانونية أن تصدر بشأن فئة معينة
ومع ذلك تعتبر عامة مجردة، زي القواعد اللي بتصدر بشأن فئة التجار والمحامين. حضرتك قلت لي ان ما ينفعش للقاعدة القانونية ان تصدر بشأن فئة معينة. انا بقول لك ده استثناء، ممكن للقاعدة القانونية ان تصدر بشأن فئة معينة كالتجار والمحامين ومع ذلك تعتبر عامة مجردة. يعني انا لو جبت لك سؤال في الامتحان وقلت لك يمكن للقاعدة القانونية ان تصدر بشأن فئة معينة لحد هنا، هتقول لي غلط. طب لو كملت لك السؤال وقلت لك كالتجار والمحامين، هتقول لي العبارة صح. آخر استثناء، يمكن للقاعدة القانونية أن تصدر لجزء معين من إقليم الدولة ومع ذلك تعتبر عامة مجردة. زي إيه؟ زي قانون الطوارئ والأحكام العرفية. قال لك الأصل إن القاعدة القانونية عندما بتصدر لإقليم الدولة كله، ومع ذلك يجوز للقاعدة القانونية أن تصدر في جزء معين من إقليم الدولة ومع ذلك تعتبر عامة مجردة، زي قانون الطوارئ والأحكام العرفية. حصل في محافظة خناقة كبيرة مثلا، حصل في محافظة اضطراب أمني كبير، فممكن الحكومة تنزل تعمل قانون طوارئ، تعمل حظر تجوال في المنطقة. أي نعم اتعمل في جزء معين من إقليم الدولة ومع ذلك تعتبر قاعدة عامة مجردة. دي الثلاث استثناءات اللي خدناهم على القاعدة ولازم تخلي بالكم منها. هنتكلم عن تاني خاصية من خصائص القاعدة القانونية. هنكمل الخاصية التانية وبعد كده هنعمل فيديو جديد نشرح فيه بقية نظرية القانون. طيب، تاني خاصية من خصائص القاعدة القانونية أنها تنظم سلوك الأفراد في المجتمع. الإنسان كائن اجتماعي لا يقدر أن يعيش بمفرده، ولو في إنسان بيعيش لوحده فلا داعي لوجود القانون، لأن القانون هو اللي بيحكم العلاقات ما بين الأفراد. طب إيه الأسئلة اللي بتجيلي هنا في الامتحان؟ لازم تعرف إن القانون لا يحاسب الشخص إلا على سلوكه الخارجي. القانون ما بيحاسبش الشخص غير على سلوكه الايه؟ الخارجي. ضرب، جريمة ضرب، قتل، جريمة قتل، كل ده سلوك خارجي. أما السلوك الداخلي فالقانون مش بيحاسبك عليه، لأن دي نوايا لا يعلمها إلا الله. يبقى القانون لا يحاسب الشخص إلا على سلوكه الخارجي. القانون مش هيحاسبك غير على سلوكك الخارجي. أما السلوك الداخلي فهي نوايا لا يعلمها إلا الله. يبقى السؤال اللي هيجيلك في الحتة دي هيقول لك القانون بيحاسب الشخص على سلوكه الداخلي، هتقول له غلط، لأن القانون بيحاسب الشخص على سلوكه الخارجي. طب قلت لك لكل قاعدة استثناء، إيه الاستثناء بتاع القاعدة دي؟ هقول لحضرتك يمكن للقانون أن يحاسب الشخص على سلوكه الداخلي. إمتى؟ إذا اقترن بسلوكه الخارجي. إمتى؟ إذا اقترن بسلوكه الخارجي في جرائم سبق الإصرار والترصد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هدي لحضرتك مثال، واحد نازل من بيته رايح شغله فماشي بعربيته، واحد خبطه فنزل يتخانق معاه ضربه مات. فالراجل ده
مش هيتحاسب على جريمة قتل عمد، فبالتالي مش هياخد اعدام، لان سلوكه الداخلي كان ان هو رايح الشغل، نيته ان هو رايح الشغل، ما عندوش نية ان هو يقتل الراجل ده. اما حضرتك لو في واحد مجرم عارف ان في واحد عنده خزنة في بيته، فقعد متربص ليه وبيراقبه وعارف امتى اهله هينزلوا من البيت، فقام طلع وقتله، هنا سلوكه الداخلي اقترن بسلوكه الخارجي فياخد اعدام. تمام كده؟ نقف لحد هنا ونكمل الفيديو اللي جاي.